يا أسفير القرآن، ما هي عقيدتك في التوحيد؟ فلقد قال الإمام الرضا منه السلام: إن للناس في التوحيد 3 مذاهب: مذهب إثبات بتشبيه، ومذهب النفي، ومذهب إثبات بلا تشبيه. فمذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز، ومذهب النفي لا يجوز، والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه. وعلى هذا نجد أن مذهب التشبيه يقتضي تشبيه الخالق بمخلوق وهم السنة، ومذهب التعطيل يقتضي نفي الصفات عن الذات ويحيل إلى العدم، والمذهب الأخير يقتضي بإثبات الظهورات ومن ثم نفي الصفات. أولا أخي، لدي تعليق من حيث اللغة على قولك منه السلام. مبدئيا لغويا عليه السلام دعاء يرفع من القائل إلى الله أن ينزل السلام على هذا الشخص، أسلوب طلب. منه السلام تقرير بأن السلام يخرج من الشخص نفسه، أو أن السلام مصدره، كأنه فاعل السلام. ولذلك الفهم العقادي الذي قد يفهم من كلا الجملتين. عليه السلام هو عبد تنزل عليه الرحمة والسلام من الله، على عكس منه السلام قد يفهم على أنه مصدر للسلام، أو أن الله جعل فيه صفة السلام تظهر للناس. لذلك أتحفظ على قول منه السلام، لأنه قد يشعر بالغلو إن فهم على إطلاقه. والمرجح عندي من كتاب الله أن الأصل في البشر عليه السلام، لأن الله هو السلام، وكل عبد مهما علت درجته يتلقى السلام ولا يصنعه من نفسه. قال تعالى: سلام على إبراهيم، سلام على موسى، وهارون، سلام على نوح في العالمين. وهذا أسلوب الرفع والتبجيل من الله لعباده، لا العكس. الآن نعود إلى استشهاد أخي بقول الإمام الرضا عليه السلام. قال: التوحيد 3 مذاهب. ففهم أخي التالي: 1. مذهب التشبيه، بأن الله يشبه الخلق، وهم السنة. 2. مذهب التعطيل، نفي الصفات، وهم المعتزلة. 3. مذهب الإثبات بلا تشبيه، وهو التوحيد الصحيح. وهنا كان لزاما علي أن أسأل نفسي سؤال: هل هذا التصنيف صحيح من جهة القرآن؟ وهل فعلا أهل السنة يشبهون والمعتزلة يعطلون؟ وما هو القول الفصل الذي يرضي ربي؟ وهنا حاولت التحقيق في المذاهب، فوجدت السنة السلفية يثبتون الصفات كما وردت: يد، وجه، استواء، ويقولون بلا تكييف ولا تمثيل. يتهمون بالتشبيه لأنهم يرفضون التأويل، فيبقى الذهن يتصور صورة. أما الأشاعرة يثبتون الصفات السمعية مع التفويض أو التأويل عند الضرورة، كالاستواء يعني الهيمنة. يتهمون بأنهم يفسرون الوحي بالعقل. وأما الشيعة الإمامية يثبتون الصفات العقلية، العلم، القدرة، ويؤولون الصفات الحسية، ويشددون على التنزيه. يتهمون بالتعطيل المبالغ فيه، خصوصا بإنكار الرؤية وتأويل الصفات. وبالنسبة للمعتزلة ينفون الصفات الذاتية كلها ويقولون الله عالم، أي لا يجهل، وهكذا. متهمون بجعل الله بلا صفات حقيقية، أي أنهم عطلوا ذات الله. وأما عن الصوفية فلا يخوضون كثيرا في الصفات، بل يطلبون معرفة الله بالذوق، ويرون الأسماء الإلهية مراتب ذوقية. متهمون بالغموض والكلام غير المنضبط، وأحيانا بالحلول أو الاتحاد. وإذا قمنا بتطبيق منهج التحقيق القرآني على الصفات الثلاثة الأكثر جدلا، سوف يتضح الأمر شيئا فشيء. أولا، اليد. وحسب النص القرآني قال تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقال: بل يداه مبسوطتان. ظاهر النص يوحي بوجود يد حقيقية، لكن وعند التحقيق نجد لسان القرآن عربي مبين، وكلمة يد قد تعني القوة، النعمة، السيطرة. والسياق في بيعة الرضوان: يد الله فوق أيديهم، أي رعاية الله ومبايعته، لا يد مادية. وبهذا يكون التأويل جائز شرعا ولغويا، إذا قلنا اليد معنى القدرة، النعمة، القوة. أما لو حملناه على الظاهر لوقعنا في التشبيه، وهذا منفي بآيات مثل ليس كمثله شيء. والنتيجة أن حملها على الظاهر ما هو إلا تجسيم، وتفويضها هو تجميد، وتأويلها هو فهم مقبول موافق للغة والقرآن. ومن هذا أيضا الاستواء والعرش. ثم استوى على العرش جاءت في القرآن الكريم 7 مرات، وتتوزع هذه المواضع على 7 سور، هي الأعراف، يونس، الرعد، طه، الفرقان، السجدة، والحديد. 1. سورة الأعراف
الآية 64: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. 2. سورة يونس الآية 3: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. 3. سورة الرعد الآية 2: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. 4. سورة طه الآية 5: الرحمن على العرش استوى. 5. سورة الفرقان الآية 59: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. 6. سورة السجدة الآية 4: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. 7. سورة الحديد الآية 4: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. لمن يأخذ بظاهر النص سيكون في مخيلته استقرار على العرش، أي مكان، جسم، جهة، وهذا تجسيم والعياذ بالله. لكن لمن يأخذ بالتأويل القرآني، استوى في اللغة على متحكم، مسيطر، إلى غير ذلك من المعاني. بتتبع السياق القرآني نجده يتكلم عن خلق السماوات، ثم بعد التدبير استوى، وهذا كأننا نقول استولى وهيمن. ويدعم ذلك آيات أخرى: وهو معكم أينما كنتم، وليس كمثله شيء مما يمنعنا أن نعتقد أن يكون الله في جهة. وبذلك التأويل وارد عند أهل اللغة والبلاغة: استوى على العرش، أي بسط سلطانه على الخلق. والنتيجة أن تأويل الاستواء بالهيمنة هو الأقرب للغة والسياق والتنزيه. دعنا نقرأ الآية بتمعن: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. أولا، ترتيب الآية: 1. خلق السماوات والأرض. 2. ثم استوى على العرش. 3. يعلم. 4. وهو معكم أينما كنتم. 5. والله بصير بما تعملون. فالآية لا تتكلم عن انتقال مكاني، بل عن هيمنة علمية وسلطانية تبدأ بالخلق وتنتهي بالمعية والبصر. وعلى هذا قمت بتتبع كلمة مع في القرآن فيما يخص هذا الموضع. إن الله مع الذين اتقوا، من الواضح المعية هنا بالنصر والرعاية. إنني معكما أسمع وأرى، من الواضح أنها معية بالعلم والإحاطة. ثم نجد قول الله الذي معنا هنا في الآية: وهو معكم أينما كنتم، هي معية عامة تشمل كل شيء. لكن هنا عندنا دليل إضافي: والله بما تعملون بصير. هذا يفسر أن المعية هنا معية إحاطة ومراقبة. ومن هنا وجه الجمع بين الاستواء والمعية. الاستواء رمز السيطرة والهيمنة على الخلق. المعية رمز الإحاطة بكل تفصيل صغير في خلقه، فهو عال في سلطانه، قريب في علمه. قد يستغربون الذين يرفضون التأويل وبدون قصد يقوم بتأويل وهو معكم بعلمه. هل أنا أعترض على ذلك؟ إذا كنا نحن نؤمن بالتأويل وهم قالوا وهو معكم أي بعلمه، أليس هذا تأويلا أيضا؟ فكيف ننتقدهم؟ هنا الجواب من 3 زوايا. أولا، نفرق بين التأويل الممدوح والتأويل المذموم. التأويل الممدوح هو تأويل مدفوع بقرينة من القرآن، مثل تأويل السرج الموقدة بالنجوم. أما التأويل المذموم هو تأويل خارج عن ظاهر القرآن بلا قرينة، مثل تأويل الاستواء بالجلوس. فالذي أول وهو معكما بعلمه فقط قد حصر معنى المعية بدون دليل قرآني يقصرها على العلم، بينما المعية في القرآن متعددة، أحيانا للعلم وأحيانا للنصر وأحيانا للتأييد. فعيب تأويلهم ليس أنهم أولوا، بل أنهم أولوا بلا قرينة تقيد المعنى بالعلم فقط. ثانيا، تأويلهم ينتج عنه تناقضات لو قالوا الله معنا بعلمه فقط لكنه على العرش بذاته. هم هنا جعلوا المعية علمية فقط، وجعلوا الاستواء ماديا، فوقعوا في التجزئة، فالله بعلمه هنا وبذاته هناك. هذا تشبيه خفي يجعل الله كالمخلوق الذي يجزأ. ثالثا، نحن لا نثبت التأويل بلا دليل، بل نزن الآيات بالقرآن. مثال على ذلك: إذا قلنا يد الله فوق أيديهم، لا نؤولها بالقوة اعتباطا، بل لأن الله قال ليس كمثله شيء، وقال لا تدركه الأبصار، فنتيقن أن يده ليست كأيدينا بل لها معنى يليق به.
هذا ليس تأويلا ضد النص، بل فهم قرآني يحمي جناب التوحيد من التشبيه. وهنا القاعدة الذهبية: التأويل المقبول ما دل عليه سياق القرآن واللغة وميزان التوحيد. التأويل المردود ما استحسن بالعقل فقط، أو بنصوص ظاهرها التجسيم، أو مبني على تراث بشري يخالف القرآن. ولكن العرش مذكور بنص القرآن: رب العرش العظيم في التوبة، النمل، المؤمنون. ذو العرش المجيد في البروج. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح في غافر. العرش في لغة العرب كرسي الملك أو مركز الحكم، والله لا يحتاج إلى كرسي مادي ولا مكان. فكل وصف العرش في القرآن جاء بصيغة ملكية لا مادية. فكيف نفهم قول الله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8؟ الرد وبكل بساطة ومن القرآن: 1. العرش هنا محمول، والله ليس محمولا، إذن لا يمكن أن يكون العرش مكان الله. 2. لم يقل يحملون ربك، بل يحملون عرش ربك. 3. وجاءت آيات أخرى تقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، فلو وسع الكرسي السماوات أين سيكون الله إن قلنا إنه جالس عليه؟ إثبات المكان لله معناه تحديده، والحد نقص. ولدينا العديد من الآيات التي تنفي المكانية والحد والمادية. قال تعالى: ليس كمثله شيء. قال تعالى: وهو اللطيف الخبير. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال تعالى: هو الله في السماوات وفي الأرض. والخلاصة: القول أن الله مستو على العرش أي جالس في مكان، هذا مناقض للتنزيه والآيات المحكمة. والقول أن الله استوى على العرش أي بسط سلطانه وتدبيره متفق مع اللغة والسياق والقرآن كله. والقول بأن العرش هو موضع مادي لله فلا، بل هو رمز للسلطان، والله أعلم. العين. وبحسب النصوص القرآنية قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا. قال تعالى: تجري بأعيننا. ظاهر النص أن لله عيونا تشبه المخلوقات. ولكن من يقرأ القرآن يجد القرآن يستخدم العين مجازا. وفجرنا الأرض عيونا، التأويل بأعيننا أي برعايتنا المباشرة وحفظنا. وحتى أن كلمة بعين في اللغة تعني الرعاية، الرقابة، المراقبة، الحفظ، فلا ضرورة لحملها على ظاهر عضوي. التأويل أقرب للمعنى القرآني. الآن أتخيل نفسي محاورا لأحدهم فيقول لي: نؤمن بلا كيف. أرد وأقول: يا أخي، ونحن لا نريد التكييف أيضا، ولكن الله أمرنا أن نتدبر المعنى لا أن نعطله. أفلا يتدبرون؟ نثبت يدا ليست كأيدينا. إذن أنتم أثبتم يدا حقيقية، وهذا تجسيم حتى لو قلتم بلا كيف. نؤمن بها كما جاءت. وهل كما جاءت تعني بالظاهر الحسي أم بالسياق العربي والقرآني؟ التأويل بدعة. بل التأويل قام به القرآن نفسه. قال: تأويل الرؤيا. وقال يوسف: هذا تأويل رؤياي. وللحظة قلت لنفسي: لما لا ننتقل إلى التطبيق العملي الواقعي لفهم الصفات عند كل مذهب، لنرى كيف يتعاملون مع هذه النصوص في الواقع، وكيف يختلف أثر فهمهم عن فهمنا التحقيقي القرآني، وذلك عبر أمثلة حقيقية. وجدت أخي السلفي إذا قرأ: يد الله فوق أيديهم، يعتقد أن لله يدا حقيقية لكن لا تشبه أيدينا. وإذا قرأ: ثم استوى على العرش، يثبت أن الله فوق العرش بذاته في مكان دون أن يحده. وإذا سئل: هل لله وجه؟ يقول: نعم، كما يليق بجلاله. ثم يتأثر بذلك فيبدأ يحذر من التأويل، كما لو أنه تحريف يتهم بتجسيم ضمني رغم نفيه له لفظا، ويسقط في تشابه ضمني بين الخالق والمخلوق دون أن يشعر. وأما عن أخي المعتزلي أو الزيدي أو العقلاني، يرى يد الله هي قدرته، يرى استوى على العرش هي قهره وتدبيره، يرى بأعيننا هي علمه ومراقبته والأثر في واقعه. أحيانا يبالغ في التنزيه حتى يفرغ الآيات من الحس البلاغي، يتعامل مع الصفات بروح فلسفية قد تربك العامة. أما عن أخي الشيعي الإمامي، ينفي التجسيم تماما، يقول: اليد إلى النعمة، والعين إلى الرعاية، والاستواء إلى الهيمنة. يحتج بقول الإمام علي: من وصف الله فقد حده، ومن حده فقد أبطل أزله. وأثر ذلك عليه وعلى المجتمع. يحترز من التشبيه بشدة، يرى أن كل الصفات تمر عبر فهم العترة لا عبر القياس العقلي المجرد.
قد لا يشرح للعامة الفرق بين معرفة المعنى وكيفيته، مما يبقيهم على الحذر. وبالنسبة لي أرى أن الباحث يجب عليه إذا قرأ: يد الله يبحث في السياق، هل اليد هنا قدرة، عطاء، تأديب؟ يستخدم اللسان العربي: اليد تساوي السلطة أو القوة. إذا قرأ: استوى على العرش، يراجع: هل ثم تفيد التدرج؟ هل الاستواء يحتاج مكان؟ يستنتج: هذا رمز الهيمنة على الخلق. إذا قرأ: واصنع الفلك بأعيننا، يرى أن الله يرعى نوح بنفسه ويحفظه. وبهذا فهو يجمع بين اللغة العربية، العقل السليم، السياق القرآني، رفض التعطيل والتشبيه، تفسير يليق بعظمة الله دون أن يبهم المعنى. هناك مخاطر، فما هي المخاطر والنتائج الواقعية لكل فهم من تلك الفهوم؟ ليس كل من قال الله أعلم بمراده أو نؤول بذكاء نجاه، بل قد يقع الخطر الأكبر حين يغيب الاتزان ويطغى أحد الجوانب، الحرف أو الفلسفة أو الرمزية. وعقيدة السلفية الظاهر الحرفي بلا تأويل له مخاطر عقيدة تقع في التجسيم من غير قصد، كمثل له يد حقيقية. خطر ذلك على العامة يصورون الله ككائن فوق، وهذا تشويه للتنزيه. وفي أي مناظرة أو جدال يفشل الحوار مع الملاحدة، لأنه يقول له إلهك له أعضاء، وهذا غير التناقض الداخلي. يقول نثبت يدا ثم ينفي كيفيتها، فيجمع بين الإثبات والنفي بلا معيار. وأما فهم المعتزلة التأويل الفلسفي الجاف: الشعور الروحي غير موجود، بل الموجود إفراغ النص من حس العبودية والرهبة، كل شيء عقلاني. وخطر ذلك على العامة يفقدون التفاعل مع النص لجهلهم بالرموز المجردة، بل وخطر ذلك على تدبر القرآن نفسه إلغاء البلاغة والصور القرآنية، فيضيع البيان الإلهي. والحوار مع المتصوفة أو العرفاء يتهم بالجفاف الروحي ونبذ الذوق. وأما فهم الشيعة الإمامية التنزيه المرتبط بالعترة: بعض الغلاة يربطون الصفات بالنور محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مما يوقع في تفويض مقلوب. فهم الصوفية الرمزية الذوقية: خطر ذلك على النصوص إلغاء ظاهر النص لصالح الذوق الكامل. وخطر ذلك على العقيدة التأليه الشعوري: الله في كل شيء، قد يقود إلى وحدة الوجود الخطيرة. والانضباط غياب ميزان دقيق بين الغيب والتأويل قد يؤدي إلى خرافات. وبالنسبة للخطر على الجمهور صعوبة الفهم واتهامات بالبدعة أو الغلو. حتى أنا في بحث معكم الآن قد أقع في مخاطر الإفراط في التأويل، مما قد يجر إلى تعطيل غير مقصود. الثقة الزائدة في العقل، لذلك أحذر نفسي: العقل ليس إلها، هو وسيلة تدبر وليس مصدر تشريع. العزلة عن الفرق الأخرى: لكن الله يعلم كلكم أخواني. لكن كل هذه تعالج بالتواضع، البحث المستمر، ومراجعة النفس أمام الله. يبقى عدة أحاديث كحديث النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. استدل به السلفيون على صفة النزول الحقيقي، بينما قال غيرهم بالمجاز أو التأويل أو التفويض. وكحديث إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فهم ظاهرا بإثبات الصورة واليد، ورفضه المعتزلة والشيعة وأوله الأشاعرة. وكحديث يضحك الله إلى رجلين، السلفية قالوا بالضحك كصفة، بينما فسرها غيرهم على أنها مجاز عن الرضا أو القبول. وكقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: من وصفه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه. أساس تنزيهي قوي عند الشيعة والمعتزلة ينفي التشبيه والتجسيم. وكقول ابن عباس في المتشابه: لا يعلمه إلا الله، فعليكم بالمحكم. اعتمده من قال بالتفويض مثل بعض أهل الحديث. وكقول الإمام مالك عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال به أهل التفويض لتجنب الخوض في الكيفية. وحديث السفينة العترة مثل أهل بيتي كسفينة نوح. احتج به الشيعة في إثبات مرجعية أهل البيت في فهم الصفات وغيرها من مسائل الدين. الله لا إله إلا الله، اللهم أغفر لي أي خطأ.